اي حاجة تكون اكبر من انه يرفع الكاس الاغلى في اخر ظهور ليه. ولو ده حصل فعلا مش هيبقى مجرد انجاز كروي، ده هتبقى الحكاية الاعظم في تاريخ اللعبة. بس السؤال، هل ده ممكن فعلا؟ وليه انا شايف ان البرتغال عندها فرصة ذهبية مش هتتكرر؟ النهاردة هنتخيل مع بعض وهنشوف ازاي ده ممكن يتحقق. واللي لازم نفتكره ان البرتغال مش منتخب هاوي ولا فريق جاي يحلم وخلاص، ده منتخب اثبت نفسه ووقف قدام عمالقة الكرة وفاز فعلا بالبطولات. في يورو 2016 الكل كان شايف ان البرتغال مش مرشح اصلا، لكنهم فاجئوا اوروبا كلها وخدوا البطولة لاول مرة في تاريخهم بعد ما اسقطوا فرنسا على ارضها وبين جماهيرها بهدف ايدير اللي لحد النهارده محدش قادر ينساه. يمكن ما نعرفش ايدير فين، بس ما نسيناش هدف في الوقت اللي ما كانش حد مصدقهم اصلا ولا متخيل انهم ممكن يطلعوا بالكاس دي. وبعدها ب3 سنين بس في 2019 جيل جديد مع كريستيانو رونالدو عمل التاريخ تاني. البرتغال بقت اول بطل في تاريخ الامم الاوروبيه بعد فوزهم على هولندا 1-0. المنتخب اللي ما كانش ضعيف كان بقياده فان دايك وديونج في عز مستواهم.